السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين والله منورين، بس مش لوحدكم بقى اللي منورين. اللايك منور، الاشتراك منور. يعني بص، انت عامل لي باكج تفاعل اللهم صل على النبي اخر الفيديوهات، فانا استمر على كده. النهارده معانا ريلمي 12 اكس 5 جي، ارخص جهاز جايب معالج قوي ومحترم جدا فئته السعريه ودعم لخدمات ال 5 جي. يا ترى ايه اللي مخلي الجهاز ده جامد في فئته السعريه وايه اللي كان ناقصه؟ انت عارف يا صاحبي، في الفئه السعريه دي محدش بياخد كل حاجه، وده طبعا اللي هنتكلم عليه طول الفيديو. هكلمك عن نقاط القوه في الجهاز وفي نفس الوقت هم مستغنيين عن ايه. ومن غير كلام كتير خلونا نبدا. اول حاجه، ديزاين الموبايل ده في منتهى الشياكه، جايب تصميم الريشه، كل حته في الظهر هتحس ان فعلا في ريشه محطوطه. اللون الاخضر الجميل ده مع ديزاين الريشه مدي منظر مبهج جدا في بصتك على الريلمي 12 اكس 5 جي. وبرضه هتلاحظ الكاميرات الدائريه اللي هي نفس طابع سلسله الريلمي 12. اكتر حاجه بتعجبني في موبايلات ريلمي في تصميماتها ان الفخامه بتمشي معاك سواء انت دافع كتير او دافع قليل، ما بيتنزلوش. الموبايل جايب الحواف البوكسي المسطحه الترند دلوقتي اللي بتقدر توقفه كده ومش هيقول لك لا. واللي عجبني اكتر في التصميم ان هم ما استغنوش بقى عن اي حاجه. هو اديله عندك فوق مايك عزل الضوضاء، درج شرايح ثنائي بيشيل شريحتين او شريحه وكارت، ومن تحت عندك السماعه اللي على اليمين عشان ما تكتمش الصوت وانت بتلعب او بتتفرج، منفذ سي، المايك الاساسي، منفذ ال 3.5 ملم ما استغنوش عنه، وعلى الجنب هتلاقي عندك ازرار تحكم في الصوت مع زر الباور اللي مدمجه فيه البصمه وبصمه سريعه وصاروخيه. واكتر حاجه عجبتني كمان ان زرار الباور مش وظيفته البصمه والقفل والفتح بس، ريلمي مسميات دايناميك بوتون، تقدر تخصصه من الاعداد زي ما انت عايز، الدبل تاب او اللونج بريس او اي حاجه بقى انت عايزها، او السوايبس حتى، كل حاجه وليها وظيفه محدده. يعني زرار الباور هنا تقدر تعتبره شورت كات محترم لحاجات كتير. ناهيك بقى عن متانه التصميم والاختبارات اللي احنا عملناها له، من سقوط زي كده لوقوع في الميه للشنيور، الحاجات دي كلها تقدر ترجع لها هنا او هنا زي ما انت عايز. روح اتفرج. والجهاز زي ما انت شايف سليم، ما بيحصلوش اي حاجه. شاشه الريلمي 12 اكس 5 جي بتيجي بحجم 6.67 بوصه من نوع اي بي اس، 120 هرتز معدل تحديث، وبتيجي بدقه اتش دي بلس مع سطوع بيوصل تحت اشعه الشمس المباشره ل 625 شمعه. هنا ريلمي مديالك 120 هرتز معدل تحديث، ده معدل تحديث تطلع بيه السما في السرعه مع الواجهه السلسه الخفيفه. كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل في نقطه الاداء، ولكن واخده منك الدقه العاليه اللي هي الفول اتش دي بلس. وخليني صريح معاك، انت مش هتحس ان الشاشه اتش دي بلس، ولكن تظل برضو انها اتش دي بلس. سطوع الشاشه مش الاقوى في الفئه السعريه، ولكن هتشوف تحت اشعه الشمس ومش هتتضايق. الشاشه هنا جايه بتصميم البانش هول زي ما انت شايف، بنسبه استحواذ الى حد ما كويسه، مش اصغر حاجه ومش اكبر حاجه برضو، يعني مقبوله. وفي ميزه روشه مش عايز انسى اقول لك عليها، وهي الميني كابسول اللي بتظهر لك كده مع الكاميرا الاماميه ومع ثقب الكاميرا الاماميه، سواء بتشحن سواء بتسمع موسيقى، بتبقى ظاهره لك فوق، روشه وحلوه والناس بتحبها. وعلى مستوى الكونتراست وتشبع الالوان في المشاهده او الالعاب، فانت هتستمتع، انت مش هتحس ان الشاشه جايه اتش دي بلس. ودي حرفنه من ريلمي انها ما تبينليش بكسلات وانا بقرب حتى من الكاميرا او انا بقرب الموبايل من عيني، انا ما حسيتش ده خالص. وبرده كنت معجب جدا بال 120 هرتز والسكرولنج الصاروخي وانا بستخدم الموبايل. خلينا نتكلم عن اداء ال 12 اكس 5 جي من ريلمي. الموبايل بيجي بمعالج من ميديا تك دايمنسيتي 6100 بلس بدقه تصنيع 6 نانومتر. المعالج في ال 12 اكس 5 جي في هذه الفئه السعريه يعتبر نقطه قوه كبيره جدا جدا تحسب، ومن اقوى المعالجات الداعمه لخدمات ال 5 جي في هذه الفئه السعريه. وعلى منصه انتوتو بنش مارك كان داخل في ال 430 الف نقطه، وده رقم كبير جدا جدا بالنسبه لهذه الفئه السعريه. الموبايل بيجي ب 8 رام، بتزيد من الرام اكسبانشن 8 تاني عشان تاخد مجموع رامات 16 جيجا و256 جيجا ذاكره تخزين. بتقدر تزود المساحه دي عن طريق كارت ميموري بتحط مكان الشريحه الثانيه زي ما قلت لك في اول الفيديو. الموبايل بيطلع من العلبه بالواجهه الاحدث من ريلمي، وهي ريلمي واي 5، والمبنيه على اندرويد 14. ما ايه رايك تكتب لي في كومنت لو انت عايز شرح للواجهه دي وتشجعني اقوم اعمل الفيديو دلوقتي حالا. واجهه غنيه الحقيقه، مش متنازلين عن اي حاجه. انت هتبص تلاقي عندك الايماءات الهوائيه جوه، هتبص تلاقي عندك حاجات كتيره جدا جدا. مش عايز احرق لك الفيديو اللي هشتغل عليه، بس بشرط تشجعني في كومنت. خد عندك كمان الواجهه دي ريلمي بتضمنها لك 4 سنين، ولا لج ولا تهنيج. وعايز اقول لك الحقيقه انا في موبايلات من ريلمي بتقعد معايا بالشهور، زي ما بجربها النهارده زي ما بجربها بعد شهر بعد شهرين، كاني فعلا لسه مشتري الموبايل. كتر الاستخدام طبيعي بيتقل اي واجهه في الدنيا. ريلمي معرفش السر فين، من اخف واسلس الواجهات مع احتفاظ بالتطبيق في الخلفيه محترم جدا، الدنيا ماشيه ستيبل جدا. وده ياخدنا بقى لنقطه ايه، انا قلت لك المعالج مصدر قوه، يبقى نروح على المهام الثقيله المتمثله في ببجي. في ببجي هتلعب على تو اوبشنز، يا اما تروح على البالانسد جرافيك مع الالترا فريم ريت وتاخد 40 فريم مستقرين، وده اللي انا افضله لك واضمنه لك، يا اما تروح تلعب على الاتش دي جرافيك ولا هاي فريم ريت وتاخد 30 فريم مستقرين برضه. انا انصحك تعلي الفريمات وتستمتع بجيم محترم على الشاشه ال 120 هرتز دي. وفي نقطه بقى كان نفسي يحطوها هنا، كانت هتفرق جدا، ان الصوت يبقى ستيريو مع هذه الشاشه ال 120 هرتز
مع المعالج القوي ده، ولكن يظل الصوت هنا مونو. كاميرات الريلمي 12 اكس 5G بتيجي ثنائيه، الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 1.8، الكاميرا الثانيه بتيجي 2 ميجا بكسل لعمل العزل بقى الهاردوير والكلام ده. بجمله الارقام فالسيلفي بتيجي 8 ميجا بكسل اف 2.0. تعال نشوف كده الصور بالنهار كانت عامله ازاي. انت واخد كل حاجه مثاليه، من اول تفاصيل والوضوح والكونتراست وتشبع الالوان، كل حاجه ماشيه احترافيه جدا. صور يا باشا بالموبايل ده زي ما انت عايز، ونزل الصور على السوشيال ميديا وخد احلى لايكات. محدش هيقدر يقول لك ان دي صور موبايل رخيص، وخاصه تصوير الاشخاص بوضع البورتريه. اتفاجئت جدا الكاميرات مطلعه هذه النتيجه والصور حلوه زي ما انت شايف. كاميرات بالليل جت مثاليه قوي فوق ما انا كنت متخيل حبتين ثلاثه. اكتر حاجه بتعجبني في معالجه ريلمي للصور ان الاضاءه بتبقى هاديه، مش لاسعه مش مفرقعه، وفي نفس الوقت الصوره محافظه على التفاصيل، مع ان المفروض يحصل العكس. انا عشان اهدي الاضاءه واعالج النويز فانا باجي على حساب التفاصيل، ده هنا ما بيحصلش. ومن هنا اقول لك ان الكاميرات الخلفيه للريلمي 12 اكس بيرفكت سواء بالنهار او بالليل. وانا الحقيقه بفكر معاك وبتوقع ان معالجه الصور الممتازه دي بترجع للمعالج المحترم اللي هو دايمنسي 6100 بلس. المعالج ده زي ما قلت لك ادى معايا اداء حلو جدا جدا. الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل طبعا مش متوقع منها الاداء العالي، الصبح يعتمد عليها الجوده متوسطه مش اعلى حاجه في الكواليتي، ولكن يعتمد عليها تاخد بيها صور الصبح صور مرضيه. اما بالليل فال 8 ميجا بكسل بقى بيبانوا على حقيقته. كاميرا بتبذل مجهود كبير جدا في معالجه النويز، وبالتالي بتيجي على حساب التفاصيل زي ما انت شايف، ولكن اوفر اول سواء الكاميرا الاماميه بالنهار او بالليل تأدي الغرض. الموبايل بيصور فيديو لحد جوده 1080p 30 اطار بس في الثانيه. اما لو رحنا على كماليات الموبايل فهتلاقي كماليات الموبايل هنا كتير. فبالنسبه للمستشعرات فمستشعر الجيروسكوب سنسور هنا موجود، ودي حاجه عجبتني. عندك كمان مستشعر تقارب او فيما يعرف بمستشعر مكالمات، الحقيقه سريع جدا ما بيغلطش خالص، اداؤه هايل. عندك طبعا الان اف سي والاو تي جي، وزي ما قلت لك 3.5 ملم عشان تركب سماعه سلك لو مش حابب تشتري سماعه بلوتوث، ومفيش برضه اف ام راديو. بطاريه ال 12 اكس 5 جي بتيجي عملاقه 5000 ملي امبير، مش عملاقه كرقم، عملاقه في الصمود. البطاريه بتستحمل معاك يومين مش عارف ازاي. المعالج ده موفر جدا جدا في الطاقه، مع ان قلت الشاشه الاي بي اس مع التعامل بقى تحت الشمس وبتطلع لاعلى درجه سطوع، ولكن كملت. فالبطاريه هنا في ال 12 اكس 5 جي نقطه قوه محترمه تحترم الحقيقه، وبتدعم الشحن السريع بقدره 15 واط، والشحن السريع موجود في العلبه، ولكن انا كنت اتمنى على الاقل يجي 33 واط مثلا. كل اللي هيفرق في الشحن بين ال 15 و 33 واط حوالي تلت ساعه، فانت اشحنه قبل ما تنام وهتصحى تاخد اداء محترم من البطاريه بيوصل ليومين مستريح. الموبايل في مصر في فئه 8000 جنيه، في السعوديه حوالي 680 ريال، في الامارات حوالي 600 درهم، اما بالدولار في حوالي 160 دولار. بعد ما قلت لك مميزات وعيوب ال 12 اكس 5 جي، اكتب لي بقى في كومنت كنت مستني ايه. اكيد الشركه بتتابع الكلام ده واكيد هتطور في الاصدارات اللي جايه، فخليك ايجابي واكتب كومنت حلو، قول لي فيه رايك بمنتهى الصراحه، سواء ايه اللي عجبك ايه اللي ما عجبكش، كنت تتمنى ايه، تحب نقارن الموبايل ده بموبايلات تانية ايه في نفس الفئه السعريه. كل ده هستناه منك في الكومنت. لايكك بقى المتين، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، الشير، تبقى انت كده كفيت ووفيت. سيبك حفظ لو رايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.